السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ آه احنا النهاردة ما قدرناش نطلع لايف، وده بسبب ظروف خاصة عندي. بس ان شاء الله المحاضرة هتكون سلسة وسهلة ومفهومة، حتى ولو كانت مسجلة. ولو عندكم اي اسئلة انا هبقى متابع معاكم على جروبات بتاعة التليجرام، وهجاوب على اي سؤال يعني او اي حاجة مش مفهومة. تمام. تعالوا نبتدي كده على بركة الله. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الالتر والترانكيت، ودول كانوا اخر حاجه في الدي دي ال، وما خدناش عليهم امثله عمليه، زائد برضو الدي سي ال برضو ما خدناش عليه امثله عمليه. فالنهارده هنبدا كده ناخد امثله عمليه على الحاجات دي، وندخل كمان على الدي ام ال في النص التاني من المحاضره. تعالوا كده نبدا بسم الله. الالتر احنا قلنا ان احنا بنستخدمها في اننا نعمل تعديل على جدول انا اوريدي عملت له كرييت عندي في الداتابيز. ده ليه بقى؟ لان انا مش كل مره هحتاج اعمل تعديل مثلا على جدول هعمل له دروب وابتدي اكريته من اول وجديد. وده هيأثر عندي طبعا لو انا عندي داتا اوريدي دخلناها في التيبل ده. يعني انا مثلا ما اقدرش دلوقتي امسح تيبل انا دخلت فيه داتا لمجرد ان انا عايز مثلا اعمل درايف كولوم جديد. لا طبعا هعمل الموضوع ده بالالتر، او ان انا اعمل تعديل او تبديل في الايه، في التيبل بتاعي ده. ازاي بقى انا استغنى عن الدروب اللي انا كنت بعمل بيها دروب التيبل الموجوده عندي زي ما انا عملت دلوقتي كده، واستخدم الالتر؟ تعال نشوف. انا دلوقتي كريت التيبل بتاع الستودنتس، وطبعا ناقصه حاجات كتير، ما فيهوش برايمري كي، ما فيهوش فورين كي، ناقصه شويه كولومز كانت موجوده عندنا في السكيما الاساسيه ما بقتش موجوده، ناقصه شويه كونسترينز ما بقتش موجوده على الفيتشرز بتاعه الكولومز الموجوده هنا، زي اللاست نيم ما بقاش نوت نال. تعال نشوفوا بقى ازاي نستخدم الالتر في ان احنا نرجع كل الحاجات دي تاني. نبدا مثلا بان احنا نعمل له برايمري كي. في ثلاث طرق او في طريقتين عندي لان انا اعمل برايمري كي. اول طريقه منهم ان انا استخدم الالتر كوماند، واللي احنا شفنا السنتكس بتاعه المره اللي فاتت. كان بيبدا بكلمه التر، بعديها مباشره بعرف الاوبجكت تايب واللي هو عندي هنا تيبل، بعديه بقول الاوبجكت نيم اللي هو اسم التيبل ده واللي هو students. مباشره بستخدم بقى الكوماندز اللي انا عايز انفذها من داخل كوماند الالتر. فانا مثلا هنا بعد ما قلت له ان انا عايز اعمل التر للتيبل ده، انا بقول له من ضمن الحاجات اللي انا عايز انفذها ان انا عايز اعمل اد لبرايمري كي. دي اول طريقه، ان انا بروح معرف كلمه برايمري كي على العمود اللي انا محتاجه يبقى برايمري كي عندي. دي طريقه. وهنا البوست جريس بينوب عنك في ان هو يسمي الكونسترين ده ويحطه عندك على التيبل. يعني هنا من الاخر لو انا عملت رن للالتر كوماند ده، ورحت للبروبرتيز بتاعت او الخصائص بتاعت الجدول، اروح ابص عليها كده. عشان احنا عملنا له دروب هنحتاج نعمل ريفريش. هنشوف البروبرتيز بتاعت التيبل، هنلاقي ان احنا اتكريت عندنا برايمري كي باسم students بي كي. طيب، ومحطوط على ايه؟ على الكولوم اللي اسمه اي دي في التيبل اللي اسمه students. طيب افرض ان انا عايز اسمي ده باسم مختلف، عشان لما اجي امسحه او اعدل فيه ابقى قادر ان انا افتكر اسمه واستخدمه في الكودز او الكويريز اللي انا هكتبها. فالافضل عندي ان انا استخدم الكوماند التاني ده. طيب تعالوا نشيله كده الكونسترينز اللي احنا حطيناهم، الكونسترين بتاع البرامج كي ده، ونعمل واحد جديد بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها. الطريقه التانية بقى بتبقى عامله ازاي؟ ان انا بقول له alter table students برضو، بس هنا بقول له add constraint. بقول له ان الاوبجكت اللي انا عايز اعمل له add او addition للتيبل ده، بروح اقول له ان هو اسمه constraint، نوعه constraint مش اسمه constraint، النوع بتاعه constraint. هنا كان هو اوتوماتيك بيتعرف عليه وبيعرف ان البرايمري كي ده ده constraint. طب وبيتحط فين؟ بيتحط في الجزء بتاع الكونسترين في الجدول، في الحتة دي اللي احنا دخلنا عليها وشفناها من شوية، بيحطه هنا وبيسميه. انما هنا المره دي انت اللي بتقول له روح حطه في الكونسترينز وسميه بالاسم اللي انا عايزه. ممكن ابدل دي اخليها اي حاجه، مثلا بي كي زي ما هو كان مسميها، او ان انا اخليها بي كي بس. فهنا برايمري كي وحطيت جنبيه ستودنتس. وساعتها بقى ببتدي اعرفه واقول له ان طريقه تعريف الاوبجكت ده بتبقى هكذا، يعني مثلا برايمري كي على الاي دي، زي ما اكون بعرفه في جمله الكرييت عادي.
ده بالنسبة ان انا ازاي اعمل اد او احط برايمري كي على التيبل بتاعي. طيب لو انا بقى حبيت اعمل دروب، وده اللي خلاني اقول لكم ليه تعملوا تسمية بايديكم للكونسترينز اللي عندكم. لو انا محتاج لو انا حبيت اعمل دروب لكونسترين من الكونسترينز دي، هستخدم الالتر برضو تيبل ستودنتس، لكن المرة دي هقول له دروب كونسترين، واقول له اسم الكونسترين ده. فانا هنا بحتاج اسم الكونسترين ده اللي انا حطيته على التيبل عشان اقدر امسحه اصلا. فيفضل ان انا استخدم السطر ده، او ان انا بقى ابقى عارف اوتوماتيك هو لما بيعمل تسمية للبرايمري كيز بيسميها ازاي، فببقى اوتوماتيك عارف هو بيسميها ازاي. زي ان انا ممكن اشيل دي خالص واكتب بدلها students بي كي زي ما هو كان كاتب. طيب لو انا رنيت دي كده هتعمل نفس الاثر اللي احنا عملناه من شويه. فالاول تعالوا نعمله creation. هنا بيقول لي multiple primary keys for table students. ده معناه ان احنا اصلا عندنا constraint already هنا. طبعا احنا عايزين قلنا ندلت ده خالص. بعد كده بقى نرن الكوماند اللي احنا لسه متكلمين عنه، عمل لي ايه create. بس تعالوا بقى نشوفوا الكونسترين الجديد اللي انا سميته هنا، حطه ببي كي students. طيب لو انا حبيت اعمل له دروب، اروح مستخدم الدروب دي. تمام، وهتلاقيه عمل له دروب. بس احنا عايزين نرجعه تاني عشان نكمل في الأمثلة. طب لو حبيت بقى ارجع الفورين كي، الفورين كي نفس الكلام بالظبط. هنلاقيه ان هو بيتعرف زي ما كنا بنعرفه في جملة الكرييت، برضو بنفس الطريقة. اما ان انا ما بعملوش تسمية وبحطه على طول فورين كي من الريفرنس بتاعه كلاس نمبر، كولوم اللي اسمه كلاس نمبر اللي هو ده موجود عندي بانتجر برضو. تمام، وبيرفرنس جدول ال بيرفرنس النمبر كولوم في جدول التيبل، في جدول الكلاس. طيب لو انا بقى عايز اعمل له تسميه بيبقى بنفس الطريقه add constraint foreign key students، واقول له foreign key بالريفرنس بتاعه هو الكلاس نمبر، وبيرفرنس النمبر كولوم في جدول الايه كلاسز برضو، والدروب بنفس الكلام. فتعالوا ايه نعمل بالطريقه اللي احنا قلنا انها نفضل نستخدمها، وهي ان انا اسميه foreign key students ورن ده. هنروح هناك خصائص بتاعة التيبل بتاعتي. طبعا مش هتبقى في اول صفحة، لان اول صفحة بتبقى موجود فيها البرايمري كيز. هنخش في الفورين كيز هنلاقيه موجود هناك اهو، وموجود ان هو كلاس نمبر كولوم اللي اسمه كلاس نمبر بيرفرنس كولوم اسمه النمبر بيرفرنس تيبل اسمه الكلاسز. تمام تمام اوي. لو حبينا نعمل دروب هتبقى بنفس الطريقة برضو alter table students، وهقول له ان انا عندي حاجة في الكونسترينز بتاعة التيبل ده اسمها fk students، هيعمل له دروب. طيب انا عايز بقى احط دلوقتي النوت نال كونسترين على اللاست نيم اللي هو اتشال. لو رحنا فوق كده هنلاقي ان انا ما عملتش في اللاست نيم نوت نال كونسترين. النوت نال كونسترين مختلف شويه عن الكونسترينز اللي احنا كنا بنتكلم عليها من اول المحاضره، وهو انه بيعتبر كونسترين على الكولوم مش على التيبل ككل. يعني هو بيتعامل معاه كخاصيه من خواص الكولوم مش ككونسترين على التيبل. فلما باجي اعرفه بقول alter table students كالعادة، بس في الحالة دي ما بقولش add بقى constraint، بقول alter الكولوم ده، وكأني بعمل two alter statements جوه بعض. alter table students من جوه alter table بقول له alter object بقى من نوع مختلف، واللي هو object column، لأن أنا جوه التيبل ده عندي columns. فأنا دخلت جوه التيبل قلت له alter التيبل ده، من جواه بقى أنا شايف columns فبقول له alter column من الكولومز دي. طيب عايز نعمل فيه ايه؟ لان انا بقى عندي خواص في الكولومز دي، في الكولوم ده الاوبجكت اللي اسمه كولوم الاول اسمه لاست نيم. فعنده الكولوم ده عنده خواص، من ضمن الخواص دي ان هو يا يبقى بنال يا ما يبقاش. فانا بقول له set not null. set not null دي معناها فعل خاصية النوت null عند الكولوم ده. فلو انا عملت run للكوماند ده ورحت بصيت على خصائص التيبل ككل، هنا الكونسترينز بتاع التيبل مش هلاقي اي حاجة فوق تقول لي فين النوت نال.
لكن لو رحت على الخصائص بتاعة الكولومز هلاقي not null اهي. تمام. وهلاقيها اتفعلت عند ايه؟ عند اللاست نيم. فاحنا هنا فهمنا ان هو بيتعامل مع النوت نال كأنها خاصية من خواص ايه؟ الكولومز. لو عاوز تعمل دروب بقى هقول alter table students، بس مش هقول دروب، هقول alter column لان انا بتعامل معاه كخاصية من خواص الاوبجكت اللي اسمه كولوم. تمام. وبعمل دروب نوت نال. لو رنيت دي كده ورحت شفت الخواص بتاعة الكولومز هلاقيها اتشالت من هنا. لمعلوماتكم بس انتوا ممكن تفعلوها بايديكم من هنا كده، تروحوا دايسين سيف هتلاقوها اتفعلت تاني. تمام. تمام جدا. اخر حاجة عندي كنت عايز اعدلها، وهي ان انا آه، احط كولوم جديد او اضيف كولوم جديد عندي في التيبل ده، وهو الكولوم اللي اسمه توتال، واللي احنا لو ركزتوا فوق هتلاقونا ما عملنالوش ديفينيشن واحنا ايه بنعرف التيبل واحنا بنكريت التيبل بتاعنا. مش هتلاقوه موجود هنا في جملة كرييت. فهنعمل له كرييت هنا اهو، او نضيفه يعني مش كرييت من اول وجديد، هنضيفه. هنقول alter table students، وهنعمل add object من نوع column اسمه total، وهعرف له data type اللي هو اسمه float. على فكرة نفس الكلام لو انا رنيت ده كده هتلاقوه ضافه، ونفس الكلام لو انا اخدت الكولوم ده هنا، الجملة دي هنا تاني بس بدلت دي بالدروب، ومش محتاج طبعا اعمل له declare للداتا تايب لان هو انا همسح مش هكريت. هقول له delete او drop column total، واروح اعمل run دي تاني هلاقيه شاله من ايه؟ من جدول ال students. ولو عملت ده هلاقيه عمل له creation. تمام. تمام جدا. ده بالنسبة لازاي اضيف وامسح كولوم واستخدم جملة الالتر. طيب احنا كده خلصنا الالتر واتكلمنا عنه، آه وكريتنا بيه الحاجات اللي كانت ناقصة. فاحنا هندخل دلوقتي على الدي سي ال، بس قبل ما ندخل على الدي سي ال هناخده جزء صغير كده في الدي دي ال، وهو اللي احنا بنعرف بيه النيو يوزرز او ان احنا نعرف يوزر جديد عندي في الداتابيز. وهو بسيط جدا. كل الموضوع ان انا المره دي بدل ما كنت بقول له كرييت تيبل، لا انا هقول له كريت بقى اوبجكت من نوع مختلف وهو كرييت يوزر. اليوزر ده برضو نفس ما كنت بقول له كرييت تيبل وادي له اسمه، انا هقول له كرييت يوزر وهدي له اسمه. بس المختلف بقى ان انا هنا مش هديكلير كولومز، انا هنا هديكلير باسورد. فهقول له with باسورد 1 2 3. تمام. تمام. وادي ايه؟ عندي تو يوزرز انا بعمل لهم كرييشن هنا. اول واحد اسمه احمد والباسورد بتاعه 1 2 3. هنا ممكن نبدل اليوزر باي شقة، يعني نبدلهم مثلا ايه، نحط الباسورد هنا باي حاجة احنا عايزينها. تمام. بس احنا حاطين بس الارقام دي للتسهيل. ممكن برضه اسمي اليوزر باي اسم انا عايزه. انا اعمل لهم كده كرييت. هو بيقول ان هم اوريدي existed، وده بسبب ان انا اكيد كنت عامل لهم كرييشن يعني قبل كده. عامل لهم دروب هما الاثنين، هنعمل لهم كرييشن. كده انا عملت كرييت لتو يوزرز عندي. طيب لو حبيت اعمل لهم دروب بنفس الطريقه اللي كنت بعمل بيها دروب للتيبلز انا لسه عاملها دلوقتي، وهو ان انا او الدروب بدل بقى دروب تيبل انا هنا بعمل دروب يوزر وبقول له اسم اليوزر ده. طبعا احنا لسه مستخدمينها فمش هنستخدمها تاني لان احنا هنحتاج التو يوزرز دول واحنا بنعمل الكومنتس بتاعه الدي سي ال. تعالوا كده بقى نشوفوا الدي سي ال. كنا بنقول ان احنا عندنا في الدي سي ال تو كومنتس جرانت وريفوك. تعالوا نشوفوا الجرانت الاول. الجرانت ده احنا كنا بنقوله ان هو بيستخدم في ان انا ادي بريفليجز لليوزر اللي موجود عندي. طيب ايه معنى ان انا ادي بريفليج؟ ان انا ادي بريفليج ادي له قدره على ان هو ينفذ كوماند معين. زي ان انا مثلا لو عايز ادي احمد انه يعمل سيلكت على التيبل بتاع الستودنتس. طيب هديها له ازاي؟ هقول له اول حاجه جرانت
بعديه على طول بقول له الكوماند اللي انا عايز احمد يستخدمه، وبعد كده بقول له ان انا هديله الكوماند ده على او اون اوبجكت تايب. الاوبجكت تايب ده ممكن يتغير. هتقول لي طب ما احنا ليه بنقول اون تيبل؟ طب ما انا اقول اسم التيبل على طول. لا، لانك انت ممكن الاوبجكت تايب يبقى داتابيز، يبقى سكيما، يبقى اي حاجه تانية. فاحنا هنا بنقول له الاوبجكت تايب، وبنقول له ان الاوبجكت تايب ده اسمه ستودنتس. يعني بنقول له ان الاوبجكت تايب تيبل والتيبل اسمه ستودنتس، وبقول له ان انا بدي الصلاحيات دي تو احمد. تمام. فلو انا عملت رن للكوماند ده هيقول لي ان هو عمل جرانت لاحمد. طب انا عايز اتاكد ان انا عملت جرانت لاحمد. اروح بقى ايه، افتح حاجه عندي اسمها اس كيو ال، او الشيل بتاع البوست جريس. طيب هتقولي لي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السي، عباره عن اكسس للداتابيس بتاعتك من خلال الكوماند برومبت. بتاكسس الداتابيس بتاعتك من خلاله باي يوزر انت بتستخدمه. يعني بدون ايه تفاصيل كتيره، تخيلوا ان هو مثلا ايه، عباره عن سكريبت او برنامج بنأكسس بيه الداتابيس بتاعتنا من خلال الكوماند برومبت بتاعتنا، اللي هي زي السي ام دي بالظبط كده. تمام. بعدين ممكن نبقى ندي في كورس يعني منفصل الشيل وهو عباره عن ايه بالظبط. بس حط في دماغك ان هو برنامج بيشتغل من خلال السي ام دي. اول حاجه بيطلبها مني البرنامج ده ان انا اقول له الاي بي بتاع السيرفر اللي شغال عليه الداتابيز. طبعا احنا شغالين على اللوكال هوست او الجهاز الخاص بينا. لو احنا عندنا مكان تاني يعني بنشتغل على داتابيز مختلفه بتاعت شركه او حاجه، هنكتب هنا الاي بي اللي هو مثلا كده كده كده. تمام، يبقى بالشكل ده. طبعا احنا هنا شغالين على اللوكال هوست وده الديفولت، فهندوس انتر على طول. الداتابيز بتاعتنا اسمها بوست جريس. لو طلعنا فوق هنا كده على جنب هنلاقي فعلا الداتابيز بتاعتنا اسمها بوست جريس. اقول له ايوه هي فعلا اسمها بوست جريس. لو انا عندي داتابيز مختلفه باسم تاني هروح كاتبها. البورت وده المنفذ اللي هو بيتصل بيه مع الداتابيز دي. فده حاجه يعني برضو هنبقى نتكلم فيها قدام. آه، يعني اي اتصال على الانترنت او في الاجهزه عموما بيتم من خلال اي بي وبورت. تمام. فاحنا هنا عطينا له اي بي فبيحتاج مننا البورت، والبورت الديفولت بتاع البوست جريس هو 5432. برضو ايه يعني افهموا ان هما حاجتين بس بيحتاجهم عشان يعمل اتصال ايه مع الداتابيز. اخر حاجه عندنا هو بقى الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، هو ان انا اعمل اكسس بقى ايه باليوزر نيم. انا اليوزر نيم بتاعي او الاونر الديفولت اسمه بوست جريس، وده اي حد هيعمل فيكم هيسطب يعني برنامج البوست جريس هيلاقيه ايه اوتوماتيك عمل له البوست جريس اونر او البوست جريس يوزر. فاحنا مش هنستخدم ايه الديفولت يوزر ده. احنا عملنا تو يوزرز جداد وهم احمد وندى. فانا هستخدم احمد عشان اتاكد ان انا اعطيت له الاكسس. تمام. انا سجلت كده بيوزر نيم اسمه احمد. هيطلب مني بقى الباسورد. الباسورد على فكره لو انتوا كتبته هتلاقوه ما بيظهرش حاجه، وده لان هو بس عامل الحركه دي عشان السكيورتي. انما هو من ورا بيبقى شايف ان انت كتب او انت يعني كتبت الايه الباسورد بتاعك. فانا لو دوست واحد اتنين تلاته انا كده كتبت، لو دوست انتر هو شايف ان انا حطيت له الباسورد. تمام. تمام جدا. دلوقتي انا كده دخلت على الداتابيز اللي اسمها بوست جريس باليوزر اللي اسمه احمد. تعالوا كده بقى نجرب نعمل جملة سيلكت. بغض النظر عن السنتكس بتاع السيلكت احنا هناخدها قدام، انا بس بستخدمها عشان اديكوا اكزامبل يعني ايه يعني ايه مثلا كنترول. فما تركزوش هي السيلكت بتتكتب ازاي. انا اقول له سيلكت ستار فروم ستودنتس. عايز بس ايه اشوف الجدول بتاع الستودنتس جوه ايه. بصوا طلع لي الريزلت اهي. طبعا احنا الجدول عندنا فاضي فنطلع زيرو روز. بس ايه على الاقل هو اظهر لي السكيما ايه بتاعت او شكل التيبل. تمام. ده معناه ان لو جواه روز كانت هتظهر هنا. طيب لو انا بقى جربت اعمل حاجه انا مش اخدها، زي ان انا مثلا اعمل ايه ديليت لل للتيبل للداتا اللي جوه التيبل ده. برضو ما تركزوش مع الديليت، احنا لسه هناخدها ايه في المحاضره دي. ديليت فروم ستودنتس. طبعا انا ما عطيتلوش اكسس على الموضوع ده، فلو جيت اعمل انتر هيقول لي بيرميشن دينايد. يعني ايه الاكسس بتاعك مرفوض على التيبل ده، او انت ما عندكش صلاحيات او بيرميشن انك انت تعمل الحركه دي او انك انت تعمل الكوماند ده اللي هو الديليت على التيبل اللي اسمه ستودنت. تمام. ده بكل بساطه ازاي احنا بنعمل كنترول على الداتا وبنزود السكيورتي.
طيب انا اعطيته دلوقتي السلكت بس. طيب لو انا بقى عايز اديله كل الصلاحيات، تعالوا نعمله نفس الحركه دي بقى بس مع ندى. دلوقتي انا بقى هقول عشان ادي الندى كل الصلاحيات على التيبل ده، هديها بقى ان انا اقول لها جرانت all on table students to ندى، ومزود عليها حته كمان. الحته دي بقى بتعمل ايه بالظبط؟ لما بكتب with grant option، تمام، with grant option، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عطيت ندى القدره انها تدي ايه الصلاحيات اللي انا عطيتها لها هنا لاي حد. لو انا برضو كنت عملت هنا with grant option لاحمد كده، كان احمد هيقدر يدي اي حد او اي يوزر تاني صلاحيه السلكت على التيبل اللي اسمه ستودنت. تمام. تمام جدا. تعالوا كده نرن كوماند ونشوفه لما نسجل بقى بايه، باليوزر اللي اسمه ندى. طبعا لوكال هوست، الداتابيز اسمها بوست جريس، نفس البورد، بس اليوزر نيم هنا المره دي اسمه ندى، والباسورد بتاعه 1 2 3 4. دخلت بندى. عايز بقى اشوف انا اقدر اعمل ايه بندى. طيب اقدر اعمل سيلكت. تعال نشوف. سيلكت ستار فروم جدول الستودنت، جاب لي نتيجة. طب لو جيت اعمل ديليت ستار فروم، لا، ديليت فروم ستودنتس، طبعا عمل ديليت بس لان احنا ما عندناش روز فما مسحش حاجة، فهو بيقول انا دلت زيرو بس، عكس اللي ظهر لنا ساعة لما كنا بنستخدم احمد. احمد قال لنا ان هو انا ما عنديش الصلاحية دي، انما هنا قال لي انا دلت زيرو لان ما فيش حاجة تتدل. طيب تعالوا بقى نجرب كده حاجة زي الالتر مثلا على نفس التيبل. alter table students، تمام. المرة دي هعمل اد لكولوم اسمه مثلا AAA من نوع integer، اي حاجة بس عشان نجرب. بص لو دوست انتر قال لي you must be the owner of table students. ده ليه بقى؟ لان الالتر DDL مش DML، وانا لما باجي ادي صلاحيات بالجرانت او الريفوك بدي صلاحيات DML داتا مانيبيوليشن، يعني اليوزر ما يقدرش يغير في الاستراكشر بتاع التيبل او يمسح كولوم او يغير في الاستراكشر او هيئة التيبل نفسها. يعني ما يقدرش يمسح كولوم، ما يقدرش يغير نوعه او يحط برايمري كي مختلف. ليه بقى؟ عشان دي حاجات دي الداتا ديفينيشن لانجوج. انما هو يقدر يعمل ايه؟ ينسرت رو جديد، يمسح رو، يعدل في رو، يعمل له ابديت. ده اللي يقدر يعمله، انما غير كده ما يقدرش. تمام. تمام جدا. ده كده بالنسبة ايه للجرانت. تعال نشوف الريفوك بقى. الريفوك نفس الكلام بالظبط. هنا الريفوك هنريفوك السلكت من ندى مثلا. بقول بقى ريفوك ايه المختلف في الريفوك عن الجرانت؟ ببدأ بقول ريفوك وبعد كده بديله الكومنت وبقول له اون تيبل ستودنتس برضو، بس بدل ما كنت بقول تو وانا بمنح ليه بقول فروم ندى، يعني بمسح من. هنا كان بيقول ايه جرانت تو واقول اسم اليوزر هنا ريفوك فروم ندى. تعالوا كان ريموف ايه سيلكت من ندى. تعالوا كده نشوفوا دي هنا ندى اهي. تمام. ده الشيل او البرنامج اللي فتحنا فيه اليوزر بتاعنا. فهنقول له مثلا سيلكت، او تعالوا على طول ايه نستخدم الحاجات اللي احنا كتبناها. اهو قال لي بيرميشن دينايد، بس لو عملت ديليت تاني عادي لسه بتعمل ديليت. تمام. فده انا مسحت منها السيلكت بس. طب لو عملت بقى ريفوك اول، في ريفوك اول زي ما في جرانت اول، في هنا برضو ريفوك اول. كده انا بشيل منها كل الصلاحيات. ريفوك اول اون تيبل ستودنتس فروم ندى. فلو جيت عملت كده وجيت بقى رن اي حاجه، فين ندى اهي ندى، جيت اعمل ديليت هيقول لي بيرميشن دينايد، جيت اعمل سيلكت هيقول لي بيرميشن دينايد، جيت اعمل ابديت برضه هيعمل نفس الحوار. تمام. ده كده بالنسبه للدي سي ال والجزء بتاع الجرانت والريفوك، او ازاي انا بعمل داتا كنترول على التيبلز بتاعتي. تمام. احنا كده وصلنا للنص التاني من الفيديو، وهو اللي هنتكلم فيه عن الداتا مانيبيوليشن لانجوج او الدي ام ال.
واللي هنبتدي فيه مع جملة الانسيرت. الانسيرت من اسمها كده هي واضح انها اللي بتستخدم في الداتا انتري، او ان انا ادخل بيانات جديدة للتيبل بتاعي. طيب، ازاي استخدم جملة الانسيرت دي؟ والله هو انا عندي طريقتين. الطريقة الاولى وهي ان انا بقول insert into students، ولو اخدنا بالنا هنا هنلاقي ان احنا ما قلناش insert into table student، وهنا احنا ما لجأناش ان احنا نقول له ان احنا هنتعامل مع object type اسمه table، لاننا بنستخدم data manipulation language مش data definition language. لان لما ببقى بعمل definition للاوبجكت بحتاج اقول له ان انا عايز اعرف object او ابدل في object اسمه ايه، اسمه table، او هو موجود في الاوبجكت تايب اللي اسمهم tables. انما هنا هو اوتوماتيك طالما بيعمل داتا مانيبيوليشن لانجوج او بيعمل مانيبيوليشن لداتا، هو بيبقى اوريدي عارف لوحده انك هتتعامل مع داتا، والداتا بيبقى مكانها فين؟ اوتوماتيك بتبقى الداتا موجوده في التيبل. فالداتا مانيبيوليشن لانجوج ما بتطبقش غير على التيبل اللي هو بيبقى جواه داتا، فمش محتاجين نقول له ان هو هينسرت انتو تيبل وبعد كده نقول له اسم التيبل، لا هو احنا بنقول له انسرت انتو، هو اوتوماتيك عارف ان هو بيتعامل مع التيبل. تمام. دي كانت معلومة ليكم يعني ايه، بحيث تفهموا ليه الداتا مانيبيوليشن لانجوج ما بتجيش فيها كلمة تيبل. تمام. تمام. آه فاحنا بنقول له insert into اسم التيبل مباشرة. بعد كده بنقول كلمة values. كلمة values دي هي اللي انا بقول له من خلالها ان اللي انا هكتبه في الاقواس اللي بعد الكلمة دي هتكون الفالوز اللي انت هتعمل لها insert في التيبل بتاعك. طيب، هنا بقى ببتدي احط قصاد كل كولوم من اللي موجودين عندي، تعالوا كده ايه سيلكت هنا، احط قصاد كل كولوم من اللي موجودين عندي. احنا هنا الجدول عندنا فاضي. أه بحط قصاد من الكولومز اللي موجودين عندي في التيبل قيمة بتاعته. زي ايه؟ تعالوا كده نشوفه. زي الاي دي مثلا، انا حطيت هنا الاي دي ب5، حطيت قصاد الادرس اللي هو تاني ايه، تاني كولوم، حطيته بايه، بالبطاش مثلا المنطقة اللي انا ساكن فيها. بعد كده التاريخ اللي هو اتولد فيه date of birth. بعد كده الديت اوف ادميشن التاريخ اللي قدم فيه على المدرسة. بعد كده اسمه الأول، بعد كده اسمه التاني، بعد كده درجاته في الكورسات. هتلاقوا إن هما نفس الترتيب إيه بتاع الحتة دي. طيب، أنا لو عملت رن للكوماند ده اشتغل عادي. لو جينا هنا ريفرش هنلاقيه إيه، عمل لها إيه انسيرت. طيب، إيه المشكلة بقى بتاعت الطريقة دي؟ المشكلة بتاعت الطريقة دي إن هنا أنا بضطر أعرف فالو لكل كولوم موجود عندي. يعني ما اقدرش مثلا اجي في مره اروح شايل ده خالص كده، اقول ايه، احنا مثلا عاملين الاي دي بي اوتو انكريمنت، يعني هو المفروض يكبر لوحده، مش ما اضطرش احط له قيمه كل مره. فلو انا جيت عندي تحت هنا وعملت انسيرت ومعتمد مثلا ان الانسيرت هت اوتو انكريمنت لوحدها، يعني مثلا المره الجايه يبقى 6 او ايا كان، وجيت عملت كده هيقول لي ايرور. ايرور ليه بقى؟ لان هو شايف ان اول فاليو هنا دي انا حطيتها له فاكر ان هي دي الاي دي، وهو عارف ان الاي دي بانتجر، فطلع لي ان الانبوت بتاعك ما ينفعش يكون انتجر، لان هو بيماب كل فالو قصاد كل كولوم من الموجودين عندي. طيب كده دي مشكلة الموضوع ده، موضوع ان انا لازم احط فالو لكل انتري عندي. فده مش في حاجات انا مش هحتاج احط لها كولومز، مش هحتاج احط لها فالوز. زي ايه مثلا؟ زي ان انا يبقى عندي حاجة ممكن تقبل النل زي الكورسز. لو طالب عندي لسه مقدم جديد مش هضطر احط له ايه، احط له فالوس في في الكورسز اللي هو اخدها، ما هو لسه ما جابش درجات. طيب ايه تاني؟ عندي حاجه زي الاي دي هو بي اوتو انكريمنت، مش عايز احط له فالو عشان ما تفضل مع بعضها. طيب الحل هنا بقى ان انا اعمل ايه؟ الحل ان انا اعمل الحركه دي، وهو ان انا اقول له insert into students وافتح قوسين واقول له الكولومز اللي انا محتاجه يعمل لها insert بس. زي ايه؟ زي ان انا مثلا مش عايز اعمل انسيرت لايه للاي دي، فانا هقول له ابدا من عند الادرس، والفالو اللي هتحطها تحت هنا قصادها في كلمه الفالوز هو هيعمل لها مابنج مع الكلمه اللي انت حطيتها لها فوق. يعني الادرس هيروح اخد القيمه بتاعته من الفالو مع اول حته. لو انا مثلا عملت ايه، لو انا شقلبت دول كده مثلا قلت له
هات الديت اوف بيرث ده قبل الادرس مش هيحصل مشكله، لان انا لو بدلت اماكن الفالوز تحت هو اوتوماتيك هيعمل لها انسيرت برضه فوق. يعني هيروح يقول انا عندي هنا اول حاجه الديت اوف بيرث، هروح اخده من اول مكان عندي في الفالوز. تمام. تعالوا كده نرن الموضوع ده ونشوفه هيعمل ايه كده بالظبط. يعني ريفرش. خدتوا بالكم؟ اولا عمل اوتو انكريمنت، ده لان انا كنت عامل شويه انتريز قبل كده، فهو ايه اوتوماتيك زود نفسه. لو انا مثلا رحت بره تاني وعملت انتري جديد بنفس الشكل، هتلاقيه لو انا ريفرش اهو عمل اوتو انكريمنت، زود نفسه من 7 ل 8 لوحده. ايه تاني؟ آه حط قيمه من القيم اللي عندي بنال، ده لان انا ما عرفتهاش هنا في الانسيرت. حد شايف كلمه كورس 1؟ مش موجود، عادي وهو نل. ممكن يطلع لي ايرور امتى؟ لما اجي على حاجه ما ينفعش تبقى بنل واروح شايلها، زي مثلا لاست نيم، ممكن اشيله من هنا واشيله من هنا كده. ولو عملت رن دلوقتي هيطلع ايرور. طب هيقول لي ان ايه؟ اول ايرور عندي ان هنا اهو، شايفين؟ يقول لي اول ايرور ان انا عندي الستودنتس violates not null constraint على ايه بقى؟ على الكولوم اللي اسمه last name، لازم يبقى فيه value. تمام. انما لو العمود عادي بيقبل ان هو يبقى بنل زي الكورسز دي والتوتال، خلاص مش هيبقى فيه اي مشكله. حد هيعمل انسيرت ممكن يبقى بنل عادي. تمام. ده كده بالنسبه ايه للانسيرت. طب بعد الانسيرت عندنا ايه؟ ان انا بقى اعدل على الحاجات اللي انا عملت لها انسيرت دي. اعدل ازاي؟ هيبقى بجمله الابديت. الابديت بسيط جدا، اما ان انا بابديت كل العواميد اللي عندي بفالو واحده، زي ان انا مثلا عايز ابديت داتابيز باسم موحد او بيونيفورم موحد او ايا كان، فبروح اعمل الحركه دي. زي ان انا احط مثلا التوتال بتاع كل الطلبه باربعه، فهقول له ابديت ستودنتس. وزي ما قلنا مش هقول له ابديت تيبل لان انا بعمل دي ام ال، اقول له ابديت ستودنتس تيبل ستودنتس. وبقول له ست. ست دي يعني خلي او حط او اعمل اساين لايه؟ للتوتال، عمود التوتال بايه؟ بيساوي أربعة، حطه كله بأربعة. فلو عملت رن هنا هلاقيه عمل ابديت لل 3 فال الموجودين عندنا. يعني انا عندي 3 انستنسز او ريكوردز، عمل ابديت لكل الريكوردز. يعني هما الاول كانوا عندهم التوتال بكام؟ توتال باتنين. لو عملت ريفريش خلاهم كلهم باربعة. طيب ده كده بيوحد الابديت بتاعه على التيبل كله. طب لو انا عايز اعمل ابديت لحد بعينه، هستخدم حاجة اسمها الوير. وير دي هي اللي انا بستخدمها في الدي بي ام اس عشان اعمل كونديشن او اقول له بشرط كذا. فانا بقول له هنا ابديت ستودنتس تيبل ستودنتس ست توتال باربعه، بس على ناس معينه، وير ان الاي دي بتاعهم بيساوي رقم معين. زي مثلا ان انا بدل ايه الاتنين دي واحط مكانها سبعه، لان انا عندي ستودنتس هنا اللي هو ايه التاني ده بسبعه، هقول له روح ابديت الستودنت اللي هو ايه بسبعه. تعالوا كده نرن. عمل ابديت لريكورد واحد فقط. تعالوا بقى نشوفه كده. لو عملنا ريفريش هنا عشان انا ما حطيتش رقم مختلف. تعالوا مثلا نغير دي نخليها اي حاجة ب10، اي رقم دي نخليها 3 مثلا. فهنا لو عملت كده ورحنا نبص هناك نعمله ريفريش، شايفين اهو رقم 7 اتغير بقى ايه؟ بقى ب3. فده الطريقتين اللي احنا نقدر نستخدم بيهم الابديت. اما ان انا بعمل ابديت على الكولوم كله وبوحد الابديت بتاعه، ممكن عايز اغير الاسماء كلها، اغير التوتالز كلهم، اي عمود عايز اغيره كله فبروح اعمل فيه الحركه دي، بست كل الفالوز اللي جواه بالطريقه دي. او ان انا بست
الفالو بتاع ناس معينين او فئة معينة من الناس، بان انا استخدم الوير ايه ستيتمنت. بقول له وير واحط الكونديشن بتاعتي. تمام. طبعا احنا لسه ما خدناش الاوبريتورز يعني ان شاء الله المره الجايه هناخدهم باستفاضه. بس مؤقتا حطوا في دماغكم ان انا بقول له لما الاي دي يكون بيساوي كذا. في اوبريتورز كتير لما يبقى اقل ولما يبقى اصغر، بس ما تشغلوش بالكم بالجزء ده دلوقتي، هناخده مع السلكت. اخر حاجه عندي وهي الديليت. طيب انا الديليت بقى ده آه من اسمه واضح هو بيعمل ايه. الديليت هو اللي انا بدلت بيه الريكوردز الموجوده عندي في التيبل. تمام. فبقول له ديليت فروم. تمام. يعني دلت من، وبقول له على طول اسم التيبل. ده لو انا عايز امسح الريكوردز كلها، وده اللي هيحصل لو انا عملت ران للكوماند ده. يقول لي ان هو دلت الثلاثه ريكوردز. لو جينا هنا هنلاقي التيبل رجع فاضي تاني. طيب تعالوا كده نعمله انسيرت تاني كذا مره عشان بس نرجع كام ريكورد ونجرب ايه. اهو رجعنا كام ريكورد تاني. تعالوا بقى نجرب اننا ايه نعمل ديليت لحد بعينه بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الابديت، هنعملها تاني هنا. انا هقول له دلت الاي دي. بلاش الفيرست نيم لان هم تقريبا كلهم اسمهم احمد. هقول له دلت الاي دي اللي رقمه 11 مثلا. هل احنا عندنا حد ب 11؟ اه عندنا تاني واحد. تمام. فلو قلنا له دلت الاي دي اللي رقمه 11 بالكونديشن بتاعت وير ديليت فروم ستودنتس، وقلت له وير ان الاي دي يكون ب 11. هنا في مشكلة سبت كوتيشن ماشي اهو. لو رحنا هناك عملنا ريفريش هنلاقيه دلت الريكورد اللي كان ب 11 بس. يعني بس نشيل المسجز اللي جاية من تمام. ده كده كان بالنسبة للديلي. طب عندنا حاجة كده احنا أجلنا الكلام فيها من زمان، وهي الترانكيت تيبل. دي كانت دي دي ال. تمام. مش دي ام ال خالص. حتى لو تلاحظوا انها بتاخد نفس الشكل بتاع الدي دي ال اللي هي ترانكيت تيبل. بقول له الاوبجكت اللي هو هيروح ايه يعمل عليه الموضوع ده. طب تعالوا كده نعمل لها رن. يقول له ان هو عمل ترانكيت للتيبل بتاع الستودنتس. طب تعالوا نشوفه كده. لقيناه في دي. الله، ده عمل نفس الحركة بتاعت الديليت لما بنحطش فيها كونديشن. طيب ايه الفرق بقى ما بين الترانكيت وما بين الديليت؟ الترانكيت بيفضي التيبل تماما، والديليت بيفضي برضو التيبل تماما. بس مش ده الهدف من الديليت الاساسي. الديليت المفروض انها بتستخدم بالطريقه دي، وده الهدف الاساسي منها ان هي تدلت ريكوردز معينه. بس لما احنا ما بنستخدمهاش مع كونديشن بتدلت كل الريكوردز. ايه تاني؟ الديليت داتا مانيبيوليشن لانجويج. فممكن اعمل منها حاجه اسمها رول باك. يعني لو انا مثلا عملت ديليت بالغلط لريكوردز انا محتاجها، اقدر ارجع فيها بحاجه اسمها رول باك. رول باك دي آه، احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت، اللي هي بتبقى ترانزاكشن كنترول لانجويج. ودي اللي احنا بنتحكم فيها في ان احنا ننفذ العمليه فعلا على الميموري ولا لا. يعني مثلا لو انا عملت ديليت كده هنا والجدول فيدي هنا، انا ممكن اعمل حاجه اسمها رول باك. بتبقى بالشكل ده كده بالظبط. اعمل رول باك. تمام. ولو عملت ران للسطر ده هيقول لي there is no transaction in progress. ده لان احنا هنا اوتوماتيك عندنا حاجه اسمها اوتو كوميت. احنا قلنا ان احنا عندنا رول باك وعندنا حاجه اسمها كوميت. الرول باك والكوميت دول وظيفتهم انهم يطبقوا الحاجات اللي احنا بنعملها على الميموري. فمثلا لو انا جيت اعمل كويري، فالمفروض ان انا بعمله بالشكل ده. بروح قايل له كده، بحطه ما بين الاتنين دول begin delete from students، وبعد كده بعمل له كوميت. طيب لو انا عملت حاجه غلط قبل ما اقول كلمه كوميت دي بقدر الحقها بكلمه رول باك. يعني لو مثلا انا عملت ديليت لكل الريكوردز اللي عندي وكتبت رول باك، تمام، بيقدر يرجعني للنقطة اللي قبلها. يعني لو انا عملت رول باك في الحالة دي المفروض ان هو يرجع لي كل ايه كل الريكوردز اللي كانت عندي هنا. تمام. ده بالنسبة لايه للكوميت والرول باك. طيب انا بقى بتكلم عن الاتنين دول ليه؟ عشان انا لو الرول باك ما ينفعش تستخدم على
الداتا ديفينيشن لانجوج. يعني انا مثلا لو جيت عملت ترانكيت تيبل ستودنتس، ما ينفعش استخدم عليها الرول باك. طب هتقولي طب ما تيجي نجرب الرول باك هنا دلوقتي على الديليت ونشوفوا الفرق ما بينها وما بين الترانكيت. هقول لك ان في مشكله واحده في البوست جريس، وهي ان هي باي ديفولت عامله اوتو كوميت. اوتو كوميت يعني ايه؟ يعني انا لو رنيت اي حاجه عندي بتعمل لها كوميت اوتوماتيك. عشان كده لما قلت له هل في ترانزاكشن عندك شغال اعمل لها رول باك، هو قال لي there is no transaction in progress. مفيش عندي ترانزاكشن شغال عشان ارجع منها واعمل لها رول باك. تمام. كذلك مفيش حاجه ان انا اكتب بيجن، لان هو اوتوماتيك بيحط البيجن والكوميت بعد اي كوماند انا برنه زي كده مثلا. هو اوتوماتيك بيحطها قبلها وبعدها وبيعمل لها كوميت. طيب، فاحنا هنا فهمنا ان اولا الديليت مش وظيفتها الاساسيه انها تدلت كل ايه الكولومز الروز اللي موجوده عندنا في الداتا في التيبل، بل دي وظيفه الترانكيت. تمام. تاني حاجه ان الترانكيت داتا ديفينيشن لانجوج، وبتستخدم في ان انا اطلع الستراكشر بتاع التيبل لوحدها من غير الداتا. ده تاني حاجه. آه، اخر حاجه ان انا ما ينفعش اعمل من الترانكيت رول باك. بس كده، دي كانت اخر نقطه احنا اجلنا نتكلم فيها، وهي كانت ترانكيت. وبالنسبه للداتا مانيبيوليشن لانجوج كانت الديليت اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده. الجزء الأخير ده لو حد اختلف فيه يعني أو مش فاهم إيه بالظبط الفرق، ممكن أعيدهوله تاني يسأل على الجروب وأنا هجاوبه إن شاء الله. وإن شاء الله يكون الفيديو مفهوم وسلس، وأشوفكم المرة الجاية مع ال Data Query Language وأول محاضرة في جملة السلكت.